معقول يا دنيا؟ معقول خلاص بقى ماليش حد فيكي؟ ما كنتش اعرف اني مسنودة عليكي قوي كده يا ماما نبيلة. سبتيني ليه؟ مش كفاية ماما اسراء؟ انتوا الاتنين صعب اتحمل فراقكم. انت خد البنت يا عبد الحكيم ووديها في الملجأ عندي لحد ما حملها يكمل، وبعد ما تولد انا هرفع لها قضية اثبات نسب وهنكسبها، لان اللي زي رفيق ده الذوق مش هينفع معاه. للأسف يا حسام بيه، رفيق اتصل بالبنت وهددها، والبنت خافت لا يخلص عليها، فباعت الشقة اللي كانت قاعدة فيها وهربت. كلام اللي بتقوله ده؟ احنا ببلد فيها حكومة، وحكومة بتجيب حق اي حد. ايه بس اللي يخليها تهرب؟ وفلوس الشقة هتخلص منها وهتتشرد في الشارع. طب خلاص روح انت يا عبد الحكيم. انا كل اللي بتمناه من الدنيا ان اطمن عليكي قبل ما اموت. مش همك ازاي؟ انا يا ماما لو هتجوز استحالة اعيش مع حد في بيت واحد وانتي مش معايا. يا حبيبتي انا هخاف اقعد لوحدي. انا ما بقتش عايزه حاجه من الدنيا غير ان اشوفك في بيت عريسك واطمن عليكي. وحشتني قوي يا ماما نبيلة. ما كنتش اتخيل في يوم من الايام اني ادخل اوضتك والاقي سريرك فاضي وابتسامتك مش منورة البيت. سبتيني ليه لوحدي في الدنيا دي؟ سبتيني ليه يا ماما نبيلة؟ مالك بس يا حسام؟ انت قاهر نفسك كده ليه؟ ما انت حاولت تساعدها، بس البنت هي اللي اتسرعت وهربت. جميلة بتتكرر تاني يا عبد التواب، جميلة بتتكرر تاني وقدام عينيا. انا مش عارف ليه كل اللي بيحصل قدامي بيفكرني بالماضي. هو انا ليه كل اللي بيحصل حواليا بيذبحني؟ اكأن الدنيا عايزة تعذبني، اكأن الدنيا عايزة تقهرني. صباح الخير يا استاذه. صباح النور. معلش انا كان معايا اخويا كنت موديه المستشفى وفجاه قطع النفس مني. ينفع بس تقيسي له النبض؟ حاضر حاضر، هو فين؟ اتفضلي معايا. أنا كلمت فرع الدق يا حسام بيه، هيبعتوا واحدة تمسك السكرتارية عقبال ما نورهان ترجع، إن مكتب حضرتك ما ينفعش يتساب من غير سكرتيرة. وانا قلت لك مش عايز حد يا عبد الحكيم، البنت امها متوفية، فخلينا نستحملها لحد ما ترجع. أنا رنيت عليها 3 مرات يا حسام بيه النهاردة، كنت عايز أشوف هترجع إمتى، بس لقيت تليفونها مقفول. خلاص روح انت يا عبد الحكيم وما تجيبليش حد، وانا هتكلم مع نورهان. ليه كده يا نورهان؟ انت مش وعدتيني انك جاية النهاردة؟ كنت فاكر انك مش هتكسر وعدك ليا بعد ما قلت لك مش طايق الشركة من غيرك.
حتى انت كمان بتعذبيني؟ مش كفاية اللي فيا؟ صباح الخير. صباح النور. هو مش حضرتك استاذ عبد الحكيم؟ ايوه انا ليلى. استاذ ادهم بعتني لحضرتك من فرع الدقي. حسام بيه مرضيش، رافض وجود سكرتيره غير بتاعته، فمعلش انت هترجعي ولو جدت امور هبعتلك. احنا تقريبا بقالنا ربع ساعة حسام بيه بنرن الجرس، أكيد مش هو. يكسر الباب يا عبف. أكسر الباب يا حسام بيه؟ طب والجيران والناس؟ كل الناس عارفة مين هو حسام الهواري، اسمع تقول لك عينك تشيل أعصاب. أستاذة نورهان؟ نورهان، أستاذة نورهان؟ أستاذة نورهان؟ نورهان؟ ايه ده انت صعيدي؟ انا كمان بابا صعيدي. انت تعرفيه؟ هو جالكم؟ لا ما جاش، بس ماما قالت لي ان هو صعيدي ومسافر على طول، بس هو ما بيحبنيش، عشان لو كان بيحبني كان جه شافني. معقول؟ هو انتوا شايفين اللي انا شايفه؟ هو في إيه يا حسام بيه؟ مش ممكن. دي صور جميلة. عايزك تجيب لي معاك نص فرخه يا عم، عايز ارم عظمي، عايز اكل يا عم، جعان. ايوه يا عبد التواب، بقول لك ايه، مسافة السكة سكتك ساعتين، هروح البيت اغير هدومي وعايزك تكون عندي في الشركة. ايه يا حسام؟ صوتك مش مطمني، في ايه؟ مفيش وقت اشرح لك في التليفون يا عبد التواب. اهدى شوية يا حسام بيه، عشان ده ملعب توابي على الوصول.
في ايه يا حسام؟ شغلتني عليه. قول لي يا عبد التواب، مين دي اللي في الصورة؟ معقول؟ دي جميلة. أنا مش على جميلة، اللي جنبها مين؟ دي الست نبيلة اللي خدت جميلة وسافرت. انت جبت الصور دي منين؟ عرفت ان اللي كانت بتقوله عنك شوية. ربنا يحفظك ويبارك فيك ويخليك ليها. نورهان ونعم الأدب والأخلاق والاحترام، واللي تطلع بنتها بالشكل ده تبقى أكيد من أصل طيب. والست نبيلة كانت ما بتخلفش. ايوه، هي لما اتبنت جميلة كانت طلعت على المعاش. يعني نورهان مش بنتها؟ هو خالد فين؟ عاطف راح يجيبه احسان بيه، وانا متاكد انه مش هيرجع للبيت. والله لو عملت كده تاني لا اديكي طلقه واخلص مني. تعالى يا خالد. اقعد. ما يصحش يا حسام بيه. اقعد. البت غفلتنا وجريت يا باشا وقطعت نفسنا لحد ما جبناها. قول لي يا خالد، ايه اللي حصل بينك انت ونورهان؟ وانت سبتها ليه؟ والله يا حسام بيه انا بحبها، بس في حاجات بسببها مش هقدر ارتبط بيها. انا عايز اعرف الحاجات دي. هي قالت لك ايه يوم ما قعدتوا مع بعض؟ والله يا حسام بيه انا وعدتها اني ما اقولش لحد عشان شكلها الاجتماعي، فعارفين. انا مفيش اعصاب. انت هي قالت لك ايه؟ اتكلم. اهدى بس يا حسام. اسمع يا ابني، الموضوع ده اصله صعب. احنا عايزين نعرف هي قالت لك ايه، لان الموضوع ده هيخص حسام بيه. اتكلم. قالوا لي انك جريتي، والمزرعه دي 200 فدان، يعني مهما تجري فيها مش هتجيب لها اخر، وانت اللي هتتعبي. انت احقر انسان انا قابلته في حياتي. انا طول عمري بتجوز وبطلق، انت الوحيده اللي نويت اتجوزها وما طلقهاش، وكمان هتبقى ام ابني اللي هيورثني. انت لو اخر واحد في الدنيا انا افضل الموت ولا اني ابص في وش واحد زيك. استقوت عليا عشان عارف ان ماليش حد في الدنيا، ودي قمة الندالة. هي قالت لي ان ما اسمهاش نورهان، وان امها اللي قاعده معاها دي هي الست اللي ربتها، وكمان قالت لي ان ما تعرفش حاجه عن حياتها غير ان اسمها جميله وامها اسمها اسراء. انا بس الدنيا كل يوم عماله تضربني على وشي، وانا ما بقتش قادره استحمل. مش لاقيه الحضن اللي اترمي فيه وافضفض، فكل حاجه بقت محبوسه جوايا، وانا ما بقتش قادره استحمل الضغط ده. فانا يا حسام بيه اللي خلاني اسيبها شكلها كده ولا مؤاخذه جايه من الحرام. يا حسام معلش يا خالد، انا اسف. اكيد الموضوع كبير يا حسام بيه، لانه حسام بيه الهواري اللي كل الدنيا تعرفه اكبر من انه يضرب حد بالقلم على وشه. بعد اذنكم. اسمعي يا بنت الناس، انا ما عنديش وقت اضيعه معاكي. باشاره منك هنقلك قصر وهتعيشي فيه وهتبقي انت الملكه، اما لو عندي هتقضي هنا بقيت عمرك. انا هسيبك دلوقتي تفكري عشان تعرفي تاخدي القرار.
يعني هتكون راحت فين؟ الارض اتشقت وبلعتها؟ اهدى يا حسام، اهدى عشان نعرف نفكر. تلاقيها راحت عند حد من قرايبها ولا معارفها، واكيد دلوقتي هتظهر. ملهاش حد، ملهاش حد يا عبد التواب. طول عمرها عايشه يتيمه. بنت حسام الهواري طول عمرها عايشه يتيمه، وتفكر ان ملهاش ظهر ولا سند في الدنيا. انا في حاجه شاكك فيها يا حسام بيه، كنت عايز اقولها لك قبل كده بس ما رضيتش منعا للمشاكل. وانت مستني ايه؟ ما تتكلم يا عاطف. رفيق بيه كان حاطط عينه على نورهان قوي، وكان مصمم انه يتجوزها ذو ولا عافيه، وكان قايل لي قبل كده ان راقبها واعرف عنوانها واوصل له اخبارها، بس انا رفضت. وانت ازاي تخبي عليا حاجه زي دي؟ انا خفت اقول لحضرتك تعمل مشكله معاه والشغل اللي بينكم يقف بسببها، لكن اول ما شكيت ان هو ورا اختفائها قلت لحضرتك على طول. رفيق رفيق لهيب النار في قلبي والليل عليا طال، عايش في جرحي لوحدي ما بقتش اشوف نهار. يا دنيا المر فيكي طعمه وانا الصبار، الملح ساكن جرحي والدمع في عيني نار.